هدية لا تصدق. ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. من هي الفنانة الإيرانية التي وهبت نفسها لرونالدو وقابلها لرد الجميل بهدية لا تصدق؟ ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ببوادره الإنسانية على مر مسيرته، إذ دائما ما تجده يتبرع بمبالغ جد مهمة لمؤسسات خيرية، كما يرسل دائما الإعانات للمحتاجين، ويصل به الأمر أيضا للتكفل بعمليات جراحية عالية التكلفة، مدخلا الفرحة والبهجة على ذويها. خطوات تلمع صورة الدون كرياضي نبيل ذي أخلاق عالية، بل وكذلك مثال يحتذى به بين الأجيال الصاعدة، حيث يحثهم بما يقوم به على السير على نهجه وإظهار الوجه الآخر المميز للساحرة المستديرة على مستوى الحياة الاجتماعية. الجمع بين متعة ما يقدمه على أرضية الميدان، إنجازاته الخارقة للعادة وعمله الخيري هذا يجعله محبوب الجماهير ومعشوقها بصيت عالمي تعدى كافة الحدود ليدخل قلوب ذوي الاحتياجات الخاصة بدورهم. نجم نجوم النصر السعودي حط الرحال مع فريقه في العاصمة الإيرانية طهران لمواجهة بريس بوليس ضمن مباريات دور مجموعات دوري أبطال آسيا، ليلقى هناك استقبالا حافلا وغير عادي من الجماهير العاشقة هناك، حتى أنه ظهر في صور ولقطات مؤثرة وتثلج الصدور في نفس الوقت. فشخصية موهوبة وفريدة من نوعها كانت في انتظاره لتظهر له ما صنعته كتعبير عن حبها الكبير له، والعجيب في الأمر أن ذلك تم بإمكانيات تتحدى المعقول، ولن تصدق عزيزي المشاهد كيف تم الأمر. فعمن نحكي بالضبط؟ وما الذي يجعل ما قامت به عجيبا وفريدا من نوعه؟ وكيف كانت ردة ابن ماديرا على ما شاهده؟ الحقيقة أن الأمر يتعلق بالرسامة الإيرانية فاطمة حمامي، التي تعاني من إعاقة بليغة تجعلها مقعدة، فالشلل ضرب 85% من جسدها، غير أن ذلك لم يمنعها من البحث عن القوة بداخلها للسعي وراء شغفها وحلمها في أن تصبح فنانة تشكيلية. هذه المحاربة ترسم بورتريهات مذهلة مستخدمة قدمها فقط، ومن المعروف أنها عاشقة لكريستيانو، وهو ما دفعها للتوجه نحو الفندق الذي يقيم به النادي العالمي للالتقاء به وأخذ صور معه. فاطمة أحضرت معها لوحتين رسمتهما له كهدية له، في حين أهداها صاحب الكرات الذهبية ال5 قميصه مع النصر، معانقا إياها مع قبلة على رأسها، ومعبرا لها في نفس الوقت عن إعجابه بما تقوم به من فن مميز. لقطة أدخلت فرحة وبهجة لا مثيل لهما على قلب الرسامة، وقد بدا ذلك واضحا من خلال ابتسامتها العريضة، كما أن هذه اللقطة لاقت عموما إعجاب الناشطين على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. وعلى غرار رونالدو، أبدعت الإيرانية في لوحات لعدد من النجوم الآخرين، وكان الحساب الرسمي لرابطة الدوري الإسباني سنة 2021 قد نشر مقتطفات من إبداعها كتكريم لها. وعلى غرار رونالدو رسمت فاطمة نجوما آخرين كليونيل ميسي على مستوى الساحرة المستديرة، وأيضا أساطير في السينما كشارلي تشابلن والفنان الهندي شاروخان وغيرهم. وتعد هذه الفنانة مصدر إلهام كبير للعالم، إذ تتحدى المستحيل لتقديم إبداعات ولوحات مميزة، كما أنها مثال حي على أن المرض أو أي عجز جسدي آخر ليس عائقا أو مانعا يقف عقبة أمام صاحبه لتحقيق حلمه.